السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وأحسن الأحوال. اليوم جيتكم بواحد الحلوة اللي رائعة، بدون فرن بدون تعقيدات، يعني في آخر ساعة كتوجد. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تكتشفوا الطريقة والمقادير وفرجة ممتعة. أنا عندي بسكوي، أي بسكوي يكون عندك في الدار. عندي هنايا كاوكاو، اللي عندي كيلو الا ربع ديال الكاوكاو اللي درت ليه واحد شويه ديال الزيت، واحد معلقه صغيره ديال الزيت، ودهنته مزيان ودخلته للفران حتى تحمر. طحنت الكاوكاو، انا طحنته بجلوف ديالو، كيعطينا واحد البنه رائعه. وهنا البسكويت هو طحنته ولكن ما طحنتوش مزيان، او فيه شي حبيبات هكا باش ملي كنكونوا ناكلوا في الحلوه ديالنا كتعطينا واحد التقرميشه. هنايا عندي واحد شاسي ديال نيسكافي، قهوة سريعة الذوبان، كتعطي واحد النكهة رائعة لهاد الحلوة هادي. صافي غنخلط هاد المكونات، يعني شي حاجة اللي بسيطة ماشي شي حاجة اللي مكلفة. هادو هما الليمون اللي غادي نستعمل، كيجيو رائعين. هنا عندي الشوكولا البيضاء اللي ذوبتها في حمام مريم، وغادي نضيفها في هاد المول هذا. هاد الحلوة هادي كتجي رائعة. غنعمر غير النصف ديالهم وندخلهم الثلاجة حتى تبرد لينا هاد الشكلاط هذا، يتجمع لينا الشكلاط. عاد ندوزو باش نديرو الخلطة ديال الكاوكاو والبسكوي. هنا غنخلط المكونات بالشوكولاتة السوداء، انا استعملت هنا غير كالا. صافي غادي نخلطو مزيان. انا ما استعملتش الكميه كامله باش ما يجمدش ليا هذاك الشكلاط. صافي وكنضيف هذاك الخليط ديال الكاوكاو والبسكوي مع الشوكولاته السوداء، كنعمر به الباقي ديال الحلوى ديالنا. بصراحه كتجي غزاله غزاله بزاف، كتجي فيها واحد التقرميشه من الداخل رائعه. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى تنكمل الكميه كامل اللي عندي، وكندخلها للثلاجه حتى تبرد.
وهذا الشكل الثاني حتى هو غنضيف ليه الشكلاط الابيض. يمكن لكم تضيفوا مكسرات اي حاجه كانت عندكم. انا اكتفيت غير بالشكلاط هادو هما المكونات اللي كانوا متوفرين عندي صافي. وكندخلوها حتى هي الثلاجه حتى تبرد، عاد كندوزو باش كنديروا الطبقه الثانيه. هنا بعد ما بردات الحلوى شوفوا كيفاش كتجي رائعه جدا وبسهوله كتحيد من المول. هنا هادو هما الشكيلات اللي كيجيو بحال هكا. يمكن لكم تزينوهم باي حاجه بغيتو، بحال ديروا كريم كراميل فهادوك الحفيرات ولا شوكولا. المهم اي حاجه متوفره عندكم. انا خليتهم غير هكا، ما زينتهم حتى بشي حاجه، خليتهم هكا عاديين. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وكون خفيف ظريف على قلوبكم. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، وما تنساوش تخليو واحد لايك وكومونتير للتحفيز. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف. وهنا كيسالي الفيديو ديالي وكنقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.